بنحاول نكون منظمين علشان محطوط قدامنا صورة إن النظام هو أساس النجاح. دي حقيقة لكن مش كاملة، لأن أغلب المبدعين نادرا ما بيكونوا منظمين بالطريقة التقليدية. هما في الغالب بيكون عندهم مهارة التنظيم الفوضوي، وده مش معناه إنك تكون شخص فوضوي ومكانك غير مناسب للنمو أو النجاح، لكن ده معناه إنك بتعرف تستغل الفوضى اللي حواليك لخدمة إبداعك. المشكلة بتكون في وهم النظام المطلق. بنضيع وقت وطاقة في محاولة ترتيب كل شيء في حياتنا بنفس النظام اللي الكل بيتبعه. لازم نحط الورق بشكل محدد، لازم نلزق الملاحظات بتاعتنا بشكل محدد، لازم نخطط بشكل محدد، كل حاجة بتبقى ماشية على خط واحد. بننسى ان الابداع بيحتاج مساحة من العشوائية الموجهة المناسبة لينا احنا. بنحاول نطبق نظام صارم على عقلنا اللي بيشتغل بطريقة غير خطية، بطريقة فيها ابداع. ولما بنحاول نعمل ده بندخل في دوامة بتقتل الابداع، وبنحول الشغل المهمة روتينية مملة، والمكان اللي احنا فيه ما بنبقاش متقبلين نقعد وننمو فيه. بنحس بالذنب لما مكتبنا ما يكونش مثالي زي الصور اللي بنشوفها على الانترنت. التنظيم الفوضوي هو مهارة بناء نظام شخصي غير تقليدي، انك تعرف ايه هي نقاط الارتكاز المهمة اللي عندك اللي لازم تكون منظمة، زي اهدافك، المواعيد الضرورية، ايه هي المساحات اللي ممكن تسيبها للفوضى، زي طريقة تدوينك لملاحظاتك ومواعيدك. المهارة دي بتعتمد على الذاكرة المكانية، انك تكون عارف مكان كل حاجة وطريقة تنظيمها، مساحة الفوضى الخاصة بيك. ده بيوفر لك وقت. التنظيم الفوضوي بيحول فوضاك الخارجية لنظام داخلي بيغذي إبداعك. يعني بدل ما تفضي ساعة كاملة في محاولة ترتيب كل شيء، خصص بس 5 دقايق في نهاية كل يوم تجمع فيها أهم 3 حاجات محتاجها بكرة، خليهم في مكان واحد. وده هيساعدك تحافظ على حدودك المقبولة في الفوضى دي، وهيضمن إنك تكون جاهز لليوم اللي بعده. تفتكر أماكن كل حاجة بالطريقة المناسبة ليك بدل ما ترتبها بالترتيب المثالي وتنسى مكان كل حاجة. لو عايز تعرف ازاي تستغل فوضاك لزيادة انتاجيتك وابداعك، أجندة من الألف للياء هتعلمك ازاي تصمم نظامك الشخصي الخاص بيك انت اللي يساعدك في النمو واستغلال وقتك بأفضل طريقة. اطلب أجندتك دلوقتي وابدأ معانا في تخطيط نظامك الشخصي الخاص بيك. ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات وهنرد عليه.